السلام عليكم. اليوم جبتكم لتادي ماشي باش نديرو shopping عادي. اليوم كان عندي واحد اجتماع مهم مع المدرسة ديال وليداتي. فين وصلوا؟ عطاتني واحد الريزومي ديال الوليدات ديالي بجوج فين وصلوا، كيفاش كيتعاملوا، شنو خاصنا نديرو باش نعاونوهم باش يتأدابطاو ويندمجوا مع الوليدات الآخرين بحكم أنهم مازال ما عندهمش اللغة، ومولفين شي حوايج كانوا مولفينهم في المغرب ما قبلوهمش نهائيًا. بالنسبة لولدي الصغير عنده مشكل ديال البانيو ديال الطواليت ما كيمشيش ليها بوحديه، كنت كنديه ليكول بريفي كيخليو له الطواليت نهار كامل لي كوش نهار كامل، ما كيحيدوهمش ليه حتى كيجي طيب في العشية. آآ لقيت بزاف ديال الصعوبات، هُما هنا ما قبلوش ليا ولدي بلي كوش، قال لك غنديروا ليه بروغرام، داروا ليه بروغرام واحد 2 سيمانات حتى يولف و en même temps نعاونوه حنا في الدار. قُلت لهم أنا راه كنعاونوا يوميًا، راه جميع أنواع القلاسات لي بانيو ديال نينيوس شريتهم، لا في المغرب ولا هنا، الناس اللي متبعيني واللي قراب مني راه عارفين حجم المعاناة. بالنسبة لولدي أنا كيخاف من الطواليت، كيخاف من بزاف د الحوايج وكيخاف من الطواليت يجلس فيها ولا يقضي فيها حاجته، يوميًا كيصيفطوا لنا تقريبًا 2 مرات 3 د المرات باش نبدلوا ليه هنا، قال لك ممنوع ليكوش حيت الوليد عنده 5 سنين. كاين المهم 2 سيمانات الأولين داروا له واحد البروغرام كيخرج مرة مع ال10:30 مرة مع ال11، السيمانة الثانية ولاو كيطولوا ليه حتى ل12 حتى ل2 وكيعيطوا ليا ولا لباباه باش نديو ليه حوايجو ونبدلوا ليه. السيمانة الثالثة مني شافوه شوية مازال ما يعني مرة فين كيمشي للطواليت ماشي ديما، جابوا له مساعد auxiliaire باش أنه كيديه للطواليت كل نص ساعة وكيعاونو وفعلًا جابت نتيجة، باش تعرفوا بأن هاد البلاد هادي فريمون كيعاونوا الوليدات باش يندمجوا باش ينجحوا في حياتهم، وفي نفس الوقت التوتورة طلبات ليا شي حوايج باش ناخدهم لولدي باش نزعمو على الطواليت. وراتني واحد الستيكرز فيهم ايموجي قالت لي خديهم ليه وفين ما يقضي حاجته في البانيو عطيه ستيكرز اللي كتعجبو يلصقها بوحديه وفعلا الحمد لله جابت نتيجة. نصحاتني بالنسبة للكتابة ما كيبغيش يكتب، بالنسبة للقراية ما كيبغيش يقرا، ماشي au niveau ديال الوليدات الآخرين حيت ما عندوش باجاج، حيت كنت مرة كنديه مرة ما كنديهش للمدرسة في المغرب، مي هنا حاولوا ما أمكن أنه يساعدوه باش أنه يساير الوليدات اللي في العمر ديالو. قالت لي خدي له هاد البلاستيلينة، خديت له أنا هادي اللي باللاك والطوابع زويونة، الثمن ديالها كاينة الصغيرة هادي تقريبا شي 2€ والأخرى شي تقريبا شي 4€، أنا خديت له المويان. خديت له البيتزارا واحد اللوحة كيكتبوا فيها وفيها البغوصة باش كتمحى، خديتها له في الخضر. خديت له أقلام ملونة، خديت له واحد الكتاب فيه رسومات باش يبقى يلون ويتعرف على الأسماء ديال لي زانيمو. هنا كنفسح باش نصور لكم فيديو على المشتريات اللي شريت، ما خلانيش مرة فرحان باش تعرفوا هاد لي زاستيس هادو واخا بساط ولكن عندهم واحد الأثر وعلى النفسية ديال الوليدات زوين. هاد لي زارتيكل اللي خديت تقريبا خداو مني شي 20€ تقريبا. كيف ما كتشوفوا أنا كنحل أنا كنجر وهو كيجر متشوق باش أنه يشوف هادوك الحاجات اللي شريت ليه. خديت له هاد البلاستيلينة، خديت له هاد اللوحة اللي كتشوفوا في الخضر، خديت له الملونات، خديت له هادوك لي ستيكرز باش يعاونوه في الطواليت، وخديت ليه كتاب فيه لي زانيمو باش يلونهم ويتعرف عليهم. المهم هادو دي زاستيس اللي كيعاونوا بزاف. خديت له واحد ليموجي فيهم ابتسامات فيهم الوجيه ضاحك ولا مغوبش ولا هذا، حتى هما كيعاونوا بزاف. ها نتوما كيف ما كتشوفوا يعني الوليد باغي يتعلم، باغي يتعرف على بزاف ديال الحوايج. ما كانش صراحةً الاختصاصيين في التربية ديال الوليدات هما اللي غيعاونوا الأمهات، ما تقولوش ليا شوفي ولدك سوا كان عنده توحد ولا كان عنده فرط الحركة ولا كان عنده مشكل من غير هاد المشاكل هادو، يقدر يكون غير خلل في التربية.
ولا فرطتي مثلًا في شي حوايج. حنا بقوّة ما كيكونوا ولادنا عزاز علينا قوة الحب ما كن ما كنقساوش عليهم، ما كنخليوهمش يعتمدوا على راسهم. قالت لي خصك ولدك تخليه يعتمد على راسو، يلبس حوايجو بوحديه، حنا كنلبسوهم، حنا كنوكلوهم. أنا إلا ما وكلتش ما كياكلش، إلا ما لبستوش حوايجو ما كيلبسش. ولكن منين جينا لهنا الحمد لله تبدلت التربية ديالو للأحسن، حيت عاونوني، نصحوني. كاين اختصاصيين تقريبا في الإدارة، كاينين الناس مختصين آآ في علم النفس، اجتماعيين. كاين داروا بحال مثلًا ولدي داروا له مساعد باش أنه يديه للطواليت كل نص ساعة، ويبقى معاه من 5 دقايق حتى ل10 دقايق. يعني هُما كيشوفوا les besoins ديال الوليدات لراسهم. وطلبات ليا ندير له تحاليل، طلبات ليا ندير له فحوصات باش يعرفوا المشكل فين كاين، حتى الpoids ديالو ناقص. واخا الطول هو هذاك ولكن الpoids ناقص. يعني اللي بغيت نقول لكم هو أن وليداتكم حاولوا ما أمكن تقربوا منهم، تشوفوا المشاكل اللي عندهم، تهضروا معاهم. كيف ما سبق وقلت لكم في شحال من فيديو، لعبوا معاهم، هضروا معاهم. واخا يكون يلاه خلاق بالنهار، هضري معاه. راه إلا ما هضرتيش معاه هو راه ما عندوش داك الباكاج، منين غيجيب داك الباكاج؟ خصكي تهضري معاه كل نهار، يجمع واحد المجموعة ديال الكلمات، من هادوك الكلمات غيولي حتى هو يهضر وحتى هو يكون جملة مفيدة. صراحة حنا بزاف ديال الأغلاط كنديرو. هاد الفيديو هذا باش يعاون حتى الأمهات مساكن اللي عندهم وليداتهم عندهم فرط الحركة، ما كيركزوش في القراية، ما كيركزوش علموهم يكتبوا، يعتمدوا على راسهم، يشدوا الستيلو، يتعلموا الحروف هادو هما لي stickers اللي خديت ليه، حيت ما خلانيش نصور الفيديو ديال المشتريات. حاولوا ما أمكن إنه يوميًا توريوهم مثلًا الألوان، تلعبوا معاهم، وفرضوا عليهم أنهم يسمعوا ليكم، ماشي يهدر غير هو. قُل له ها أنت هدر دابا وأنا شوية غنهدر، يعني غتفرضي عليه راسك، ماشي اللي بغاها ديريها لي. راه هذاك الشيء اللي كيسبب خلل في التربية. حاولوا ما أمكن أنكم تعطيو وقت لوليداتكم، تهضروا معاهم، تلعبوا معاهم. الوليدات اللي عندهم فرط الحركة خرجوهم يجريو، يعرقوا، يفرغوا ديك الطاقة اللي عندهم. بالنسبة للناس اللي عندهم للأمهات اللي عندهم وليداتهم فيهم التوحد، فكنصحهم أنهم أول حاجة يدوزوا ليهم على ودنيهم باش يعرفوا داك الوليد اللي عنده التوحد واش كيسمع ولا لا، باش يعرفوا واش عنده التوحد ولا عنده مشكل آخر. حيت غالبًا كيكون الوليد ما كيسمعش، كيفاش غيدير حتى غياخد معلومات ولا غيسمع ليك؟ حاولوا ما أمكن ديروا فحوصات للوليدات في الأول باش تعرفوا المشكل فين كاين، باش يتأدابطاو وباش يتحسن الوضع ديالهم. نتمنى هاد الفيديو هذا يكون فاد الأمهات اللي كيعانيو مع وليداتهم بحركة بسيطة تساعدهم.